اهلا ومرحبا بكم هنا من ارضيه هذا الملعب المرعب، ملعب الفرسان. هذا اليوم فرسان الخور اللي اصبح امامهم لا شيء غير تقف مره اخرى، وبالتالي عليك بان تكون حاضر بكل قوتك من خلال حسابات مسابقه مره مهمه. المباراه الاولى اللي ابتدت بتعادل الغرافه امام الريان 2-2، احمد المزيد بمساعد الاول جمعه محمد البورشيد الحكم مقابل لا شيء، لكن في الجوله ما قبل الماضيه كان حقق الانتصار بالسته يقوم به من خلال مسابقه بطوله الدوري. كره ملعوبه عاليه، ايمن حسين ابعد الكره الاخيره ايضا في مشواره، وكان في فتره يعتبر على مستوى مدار 5 سنوات وهو في قلعه الريدز. هنالك ياتي هذا الشوط عن صاحب الهدف الاول، عن صاحب الافضليه، عن صاحب الاولويه، وعن شاهد عزيزي المتابع سيكو يلعبها عاليه راسيه، من ثم هنالك عوده لمسانده الدفاع. نتكلم عن ايمن حسين، تصل الكره للطرف الايمن، محاوله من الناحيه اليمنى، عرضيه عاليه راسيه، هذا العراقي هو ياسين سفيان هني ويبعد الخطوره. ايمن حسين السفاح العراقي هذا اليوم يظهر لنا اسم عراقي متألق برفقة منتخب أسود الرافدين، ويسعى برفقة منتخب العراق للصعود إلى كأس العالم القادمة بحول الله، لكن المهمة صعبة جدا. من خلال هذه المواجهة، هذه الكرة العرضية، هذه الراسية من أيمن حسين، مرعب 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 في الكرات الهوائية أيمن حسين، وبالتالي يحتاج لمهاجم مدافع أن يكون معه في كل كرة في الكرات الهوائية. مان تو مان، كرة إلى الناحية اليمنى، كلا على طريقة الوالد ناصر كلا، عرضية موجودة في اللعب، لمسة ساحرة اللي تعطيك لمسة بينية تقول له روح، لكن محاولة هذا يقول له روح لأيمن حسين، يا عرضية يا أيمن، عرضية ممكن لكن ما كانت عرضية، وكانت هنالك عودة المدافع ابن النادي الأهلي الجاسم محمد عمر في اللعبة الأخيرة. من سنوات وهو حاضر في البيت الهلاوي، مباراة لم تبدأ للطرف الأيسر، كرة ملعوبة لأيمن حسين، يفضل عودة لعادل الرحيلي. شوف عملية الضغط، صعوبة في إخراج الكرة، هذه التسديدة، 3 تسديدات على الأخ ويدخل الأخ الآخر لملعب المباراة. كرة ملعوبة عالية، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مروان لكل فعل ردة فعل هذه الكرة، هذه الراسية. عادل الرحيلي، عادل ولا مين؟ عادل، لا أيمن حسين العراقي متمكن، تحدثت عن ذلك بأنه متمكن وأنه بحاجة لمان تو مان في أي لقطة في داخل على صفيح ساخن في مسابقة بطولة الدوري. يا الله على راسية أيمن حسين، ويا الله على ردة الفعل، كانت حلوة من الاثنين، كانت جميلة من أيمن حسين وأيضا من حارس المرمى شريف بدر الدين، مع مضايقة المدافع ماتي متروفيتش. كرة إلى ضربة حرة، أيمن حسين، هذا أيمن حسين، وتحركات الإشعار الحراري لتحركات أيمن حسين في كل مكان. مهاجم يعني في الصورة واضح أنه تراجع للخط الخلفي بشكل كبير. هذه الاستفاقين بالشكل أكثر، هل دقيقتين لا 5 دقائق كافية؟ عاد إلي الأمل من جديد، لأنه 5 دقائق كافية أتوقع ليخرج فريق عائد إلى غرفة الملابس متقدم. هذه الكرة عزيزي المتابع على تدخل حمد منصور تواجد في بطولة دورينا وتواجد في الدوحة. كرة ملعوبة طويلة إلى الأمام، عالية راسية وإلى خارج أرضية الملعب، وتظل الراسية الأخطر، راسية أيمن حسين، إصابة على مستوى الركبة. لا سلامات أيمن حسين. العراقي ما يتحمل يا أيمن حسين هذا المشهد، العراقي لا يتحمل هذا المشهد، ومشجع الخور لا يتحمل، ومهدي نفطي لا يتحمل، فكلهم لا يتحملوا لأنهم بحاجة إليك من خلال هذه الفترة، إن كان على مستوى المنتخب وإن كان على مستوى النادي. وبالتالي الإصابة غير محببة في هذا الوقت للاعب بقيمة أيمن حسين. على مستوى الركبة التواء ممكن إن شاء الله بسيطة لأيمن حسين، لأنه لا نريد أن نشاهد لاعب يغادر أرضية الملعب بسبب الإصابة.
وياما الإصابات أرهقت لاعبين، وياما الإصابات عدو اللاعب الأول. ياما لاعبين أرهقتهم الإصابات وأبعدتهم عن عالم كرة القدم، وهم من الأسماء المميزة في عالم كرة القدم. أيمن حسين الرقم 9 لاعب العراقي يشكو من إصابة صاحب. شكرا الكابتن نبيل أنور، شكرا الكابتن حمود اليزيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد بشير ينفذ هذه الكرة، ضربة حرة ترسل عالية تجاه أيمن حسين، استقبال بالصدر، يلعب كرة باتجاه الحاضر. ركلة ضايعة في هذا الموسم لسيكو يانسن لاعب النادي الدوري. 8 نقاط، هو بحاجة إلى 3 نقاط في أمس الحاجة. نيات أكثر لنادي الخور للفرسان، لكن الاستفادة من كرات هوائية أتت عبر ضربة رأسية كانت من أيمن حسين ليستفيدوا منها هذه الكرة الملعوبة العالية الرأسية. يقترب شيئا فشيئا، هذه خطيرة هذه، لكن أيمن حسين كان موجود في الزاوية. شوف أدوار المهاجم، أضاع كرة الهدف الأول. كرة ملعوبة عالية للاستحواذ عن طريق إيتار. أوه، عدى الله. أسهل الفرص تضيع، أسهل الهدايا. اللي يقول لك خذ الهدية أنت تقول لا يا أيمن حسين. يعني أيمن حسين ضربة الكرة بالرأس كانت أصعب من هذه الكرة. بعض الفرص لا تعوض في كل مرة، بعض المحاولات لا تأتي في كل دقيقة، مثل هذه لن تأتي مرة أخرى يا أيمن حسين، لن تأتي مرة أخرى. لكن ربما قد زالت مستمرة، وتحدثنا بأنه حتى الدقيقة الأخيرة سننتظر موعد الهدف. إسلام ياسين، خاطئة من إسلام ياسين. وينه سفيان؟ فضل المهندي، اختار سفيان بلمسة يلعب كرة لعبد الرحمن، خاطئة من عبد الرحمن. الأخير، الجولة الأخيرة، من يصل أولا لخط النهاية، وبالتالي كم سيقرر مشاري علي الشمري. كرة بالراس ماتي متروفيتش. هذا الموسم هو حتى هذه اللحظة عنده 25 نقطة. أيمن حسين لا تخطأ أمام أيمن حسين، أمام هذا الأسد. أيمن يحاول، عبد الله وينكيما. سفيان هني بيتر يلعب كرة باتجاه الحاضر إيريك في كرة ملعوبة عالية خطيرة. الله على أجمل أهداف الجولة. الآن كمان محظوظ يا جوليان دراكسلر يسجل هدف عالمي من النجم العالمي جوليان. الأهلي إما يتقدم بهذا الشكل، إما يتقدم بهذه الطريقة، ولا فلا. جعلت مهدي نفطي يبتسم، تجعل الكل يرضى في ملعب المباراة. يا الله على كرة، شوف الكرة المقصية. الله يا مجنون، مقصية هوائية عالمية من العالم جوليان. أجمل أهداف الجولة، إن لم يأتي أجمل منه ولا أتوقع لذلك. يا جوليان يا مجنون، يسجل هدف كله حب كله جنون. عالمي جوليان يضع بإسكان في المقدمة. كل الاحترام لك يا جوليان من إدريس فتوحي. عيد يا مخرج. الله كيف تقول وكيف تعبر، يعجز اللسان عن الكلام يا جوليان يا دراكسلر عن هذا الهدف العالمي، عن هذه الفرحة. والله زمان يا عميد، زمان. كرة ملعوبة عالية، لمسة ملعوبة من الطرف الأيسر، ممكن على مستوى عالي من خلال هذا الموسم عبر مجريات هذه المباراة. مباراة 1-0، هي مباراة 1-0 بالطبع مباراة 1-0 لنادي الخور، لكن العميد يعيش في فترة مميزة. كرة بتسديدة لأيمن حسين، كانت الحكاية
واضحة الخاتمة، واضحة الخاتمة. مهدي محي بأن يصل نادي الخور للمرمى. جوليان المعلم دراكسلر سجل هدف عالمي في قادم المباريات بحول الله دائما عبر شاشات القنوات.